السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما دايما تكونوا بخير. هنقدم في منيو النهاردة أكلات اقتصادية وحلوة قوي وعلى متناول الإيد، إن شاء الله تعجبكم وخدوا أفكار منها. يعني مش لازم تعملوا الوصفات كلها، أغلب الوصفات أنا عاملاها بالفراخ، فهتلاقوا خدوا اللي يناسبكم واللي ما يناسبكمش اعملوه في الأسبوع الجاي، بس خدوا فكرة عنها. يلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا. اول يوم عندي انا عملت صينيه كوسه بقى جميله جدا، هيحبها اولادك قوي، وكل اللي ما بياكلش الكوسه هياكلها بالطريقه دي. حاجه تفتح النفس جدا مع صدور الفراخ. جبت صدور الفراخ وتبلتها الاول ببصله مبشوره، وحطيت فيها ملح وفلفل. سبت الصدور تتبل. اي صدر عندك فرخه هتجيبي بانيه متقطع زي انا ما جبت كده. انا عملت نص كيلو من البانيه. وبعد بقى ما بتتبل كويس بحطها بقى في معلقه سمنه كده على الطاسه، وببدا ان انا اشوحها واخدها من على الطاسه، واسيب على السمنه بتاعتها بقى كده ببصلها بريحتها بكل حاجه. هحط البصل، وبعد كده هحط الفلفل الاخضر، هحط طماطم مقطعاها مكعبات، وبعد كده هنزل بالكوسه. هديها بقى غلوة كده على النار، هغطي عليها، وبعد كده هحطها بقى في اي صينية واحط عليها الصدور اللي انا كنت مشوحاها، واغطيها وادخلها الفرن، وبعد كده على الشواية اديها لون. بس طبعا ما نحطهاش على الشواية كتير علشان دي صدور فراخ ممكن تنشف معانا. طبعا ممكن نعملها بفرخة كاملة، هتبقى برضو بنفس الطريقة، هتبقى حلوة جدا جدا. عملت معاها سلطة، شوية رز بشعرية. بجد بجد جربوها هتعجبكم جدا، والوصفة دي هتلاقوها كاملة عندكم تحت، هسيبها لكم في صندوق الوصف. اضغطوا بس على العنوان هيفتح معاكم صندوق الوصف، هتلاقوا فيه كل الوصفات اللي هنقدمها النهارده باذن الله. جربوها حلوة قوي وان شاء الله تعجبكم. دي كان اول يوم عملنا فيه صينية الكوسة بصدور الفراخ. هنيجي بقى لتاني يوم، وتاني يوم هنعمل فيه اكلة بقى حلوة قوي وتفتح النفس، يعني اكلة من العيار التقيل زي ما بيقولوا. عندنا رنجة. هنغير بقى ونحط رنجة. جايبة عندي نص كيلو من الرنجة، عمل معايا سمكتين. هناخد طبعا انتوا تعملوا الكميه اللي انتوا عايزينها. عملنا اول حاجه سلطه الرنجه، قطعنا طماطم وبصل وفلفل اخضر، قطعنا فصصنا الرنجه طبعا من الشوك كله وحطيناهم عليه. بعد كده عملنا طحينه الاول في طبق لوحدها، عملنا طحينه وتبلنا الطحينه بالكمون وشويه ميه وشويه خل وشويه ليمون. وبعد كده هننزل بيها على سلطه الرنجه. هنحط بقى شويه كمون على الوش ونظبط الملح بتاعها، ونحط كمان زيت زيتون. حمرت بطاطس، عملت سلطة بابا غنوج، شويت البتنجان، هرسته، حطيت كمان فيه طماطم، حطيت فيه فلفل، حطيت توم، وكل ده هرسته مع بعض، وحطيت كمون بقى، وحطيت شطة ناعمة، وكمان حطينا زيت زيتون. حمرنا بطاطس، طبعا العيش البلدي لا يعلى عليه. طبعا شوية مخلل، عندك بصل بقى. هنا طبعا انا نسيت احط بصل، جميلة جدا. حطيت كمان البطارخ بتاعت الرنجة، حطيتها في طبق. ممكن تعمليها كمان بالطحينة، سلطة بطارخ. بجد بجد الأكلة تفتح النفس، ودي الأكلات اللي احنا طبعا يعني بنعملها واحنا في منتهى السعادة. دي كانت وجبة تاني يوم، وعندكم برضو هتلاقوها في صندوق الوصف. هنيجي بقى لوجبة تالت يوم. تالت يوم برضو انا كان عندي صدور فراخ، قطعتهم مكعبات زي الشاورما، يعني في حجم الشاورما كده صغيرة. كمان قطعت بطاطس، كان عندي بسلة وكان عندي جزر. جبت البصل شوحته على النار، وبعد كده حطيت الاول قبل البصل حطيت الفراخ، اديتها تشويحة، نزلت عليها بالبصل، حطيت طبعا الفلفل الاخضر، حطيت طماطم متقطعة مكعبات، حطيت معلقة صلصة، نزلت كمان عليها بقى بالبسلة الاول والجزر، لان هي دي اللي بتاخد وقت، لان البطاطس عندي مش هتاخد اي وقت. بعد كده حطينا عليها بقى البطاطس وحطيتها في الطواجن زي ما انتم شايفين كده. فص توم في الاخر قبل ما تدخلها الفرن، وغطيتها ودخلتها الفرن، وبعد كده عطيتها وش. بجد جميلة جدا. وشايفين عندنا نص كيلو من البانيه او صدر من البانيه، زي ما تعملوا الكمية اللي انتوا عايزينها. عملت معايا طاجنين كفوني ليومين، يعني دي اكلة موفرة وكمان بتكفي كمية كبيرة. حمرت بتنجان بقى وتبلته، عملت رز بشعرية، اعملي جنبيها شوية سلطة، شوية مخلل، حطي خضار براحتك. دي كانت وجبة تالت يوم. يا رب تعجبكم وجربوها، وهتلاقوها عندكم برضو في صندوق الوصف. هنيجي بقى لرابع يوم. ورابع يوم اكلتنا بقى من العيار التقيل، العدس طبعا اللي ما بنستغناش عنه، والجو خلاص سقع هوت، وده اكلة الشتاء اللي ما بنستغناش عنها. طبعا بقى عملنا كمان الطبق البتنجان والفلفل ده، عملنا البطاطس دي. بجد
بجد تحفة جميلة، جربوها. انا عملت العدس، انا دايما متعودة ان انا بعمل العدس ان انا بشوحه الاول. بجيب الاول العدس مع الطماطم مع الجزر مع بطاطساية، حابة تحطي كوسة حطي كوسة، بتبقى جميلة جدا، بصل، فصين من الثوم، وكل ده بديه تشويحة على النار بمعلقة سمنة، بحط المية عليه وبعمله. لا النهاردة بقى انا عملت عدس خفيف جدا، علشان طبعا العدس التاني ده بيبقى فيه حرقان كده في الصدر، فده بيبقى خفيف جدا بالذات للناس اللي معدتهم بتبقى تعباهم. ده طريقة جدي وجدتكم بقى، ان انا جبتهم الاول، غسلت العدس، حطيت كمان عليه البطاطس، حطيت عليه كل الخضار، طماطم، حطيت جزر بكمية كبيرة، وحطيته على النار، وبعد كده سلقته. الطريقة هتلاقوها موجودة عندكم. وخامس وجبة بقى علشان ما اطولش عليكم، جبت بقى الوجبة دي موفرة جدا جدا وهتعشقوها. كل اللي جربها من بعدية شكر لي فيها جدا جدا. عندنا طبعا كبد وقوانص، وهتلاقوا الطريقة دي برضو عندكم في صندوق الوصف. ان شاء الله الوصفات هتلاقوها، لان انا مسجلة الوصفات دي. اول حاجه جبت نص كيلو من الكبد والقوانص. طبعا انا كنت مجمعه الكبد والقوانص دي، انتوا ممكن تعملوا الكميه دي وهتعمل عندكم كميه كبيره. جبتها الاول، غسلتها ونقعتها، بعد كده جبتها وسلقتها، اديتها كده يعني ايه الكبد 3/4 سوا، والقوانص سلقتها. قطعتها طبعا، وجبت هنا البطاطس قطعتها مكعبات وحمرتها في الزيت. هنيجي بقى للخلطة بتاعتنا. جبنا الاول البصل، حطيناه على النار لغاية ما دبل معانا، حطينا عليه كمان الفلفل الاخضر، عايزين تحطوا فلفل سبايسي، فلفل الوان، حطوا اللي انتوا عايزين تحطوه. بعد كده جبنا عليه الكبد والقوانص وشوحناه هم مع بعض، ونزلنا عليهم البطاطس بقى، ونزلنا كل التوابل، حطيت توابل فراخ، حطيت ملح، حطيت فلفل. بجد بجد طعمها خطير جدا. هسيبها بقى لغايه ما تشرب، كل حاجه مستويه عندي هسيبها تشرب مع بعض كده وتاخد من بعض، وبعد كده هطفي عليها وهقدمها زي ما انتوا شايفين بالطريقه دي. حطيت معاه جرجير، عملت سلطه، عملت طبعا بتنجان، حمرته، عملت له دقه كده بالثوم بالشطه بالليمون بالفلفل بالكمون كمان، والملح والكزبره. بجد بجد. وطبعا العيش البلدي مع الاكله دي ما يوصفش، جميله جدا. ممكن كمان تاكلوها برز بشعريه لو حابين. هنيجي بقى هنا لوجبة سادس يوم، ودي طبعا المحببة عند أولادي، الناجتس أو أي حاجة تبع طبعا الستريبس، الكنتاكي، أي حاجات من دي بيبقى فيه عيد في البيت وإحنا بنعملها. عملنا الستريبس بطريقة سهلة جدا وموفرة كمان. جبنا الفراخ وكمان فرمناها فرم ناعم، جبنا بطاطسيتين سلقناهم. ممكن طبعا ما تعملوش بالبطاطس، لو حاسة ان القوام عندك هيبقى لازق شوية ممكن تحط بقسماط او فيجيتار. والطبق اللي انتوا شايفينه ده فيه 20 قطعة، ممكن تعملوها بصدر فرخة واحد. يعني انا عملت صدرين علشان انا خزنت منها، لكن ده يعني يعمل معانا صدر فرخة واحد. والمكرونة دي انا مش هقول لكم هي جميلة قد ايه، بجد بجد جربوها. المكرونة دي تحفة لوحدها. عملت لها خلطة بصل بفلفل بثوم بطماطم الاول في الكبة، وبعد كده حطيته على النار، وحطيت كمان صلصة معاها وملح فلفل، حطيت توابل فراخ، حطيت ماجي. بجد بجد حلوة قوي قوي، جربوها. كل ده هتلاقوه في صندوق الوصف. هنيجي بقى لاخر يوم عندنا واليوم السابع، وكنا عاملين بقى وصفة حلوة قوي والاولاد هتحبهم وموفرة جدا جدا بصدور الفراخ. عملنا بقى فرمناها وعملنا صوص البولونيز جميل جدا. بدل ما تعمليه باللحمة افرمي الفراخ واعمليه بنفس الطريقة، بصل بقى وفلفل اخضر، وحطينا كمان صلصة بجد بجد تحفة، وطماطم مبشورة علشان تدي تسكيرة كده. عندك كمان جزرايه مبشوره هتحطيه فيها. برضو هتلاقوا كل الوصفات دي في صندوق الوصف. وسلقنا عليها المكرونه بجد بجد تحفه. ممكن تحطي اي نوع مكرونه، وممكن تحطي المكرونه في الصوص كده وتقدميه على طول، وممكن تقدميه زي ما احنا مقدمينه كده. حمرت جنبيه بطاطس شويه مخلل، بجد بجد اكله تحفه وهتعجب ولادك قوي، وطعمها حلو قوي وكمان موفره. دي كانت كل وصفاتنا، وكانت كل المنيو بتاعنا، منيو الاسبوع. طبعا انا ما عملتش كل ده في اسبوع واحد، انا جمعت الوجبات، وطبعا ممكن تستخدموا منها الوجبات اللي انتوا عايزينها او الموفرة عندكم.
او كمان تقسموا من الوجبات دي كل اسبوع تعملوا منها وجبة، يعني تاخدوا افكار ان شاء الله هتفيدكم، وان شاء الله نعمل مع بعض. انا اسفة انا مش قادرة اشتغل الفترة ديت من اللي بيحصل في الاحداث اللي بنشوفها. بجد بجد ادعوا لاخواتنا الفلسطينيين، ربنا ينصرهم يا رب. وكمان الاحداث دي مخلية الواحد مش عارف يشتغل، في حالة نفسية وفي مود مش حلو ان هو يعمل اكل وان هو يعرضه او كده. فربنا يزيع عنهم الغمة دي يا رب، وينصرهم ويزيع عننا اي حاجة وحشة، امين يا رب العالمين، ويسترها معانا امين يا رب. وده كان المنيو بتاعنا، يا رب يعجبكم، ويا رب الوصفات كلها تعجبكم او تستفادوا منها. ولو عجبتكم الوصفات ما تنسوش اللايك والشير علشان يوصل لاكبر عدد من الناس. واللي لسه ما اشتركش في القناة يضغط على اشتراك ويفعل الجرس على الكل علشان يجيله اشعار بوصفاتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.